السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. اهلا بيكم طبعا في قناتي، قناة مطبخ ام جوجو الشرقوية. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض العيش الكريب بطريقة جميلة جدا. طبعا ما فيش حد ما بيحبش الكريب، كلنا وولادنا بيحبوا الكريب ودايما بيطلبوه. فالنهاردة ان شاء الله هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله كلكم هتبقوا اساتذة في عمايل الكريب ومش هنشتريه من بره تاني ابدا. طبعا العيش زي ما انتم شايفين طري وجميل كده، والعجينة بتاعت الكريب بتاعنا هتكون سهلة جدا في تحضيرها، مش هتبقى صعبة عليكي ولا هتلزق ابدا معاكي وانتي بتعمليها، علشان المقادير مظبوطة 100%. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا، صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونبدأ في العجن. عاوزاكم تركزوا جدا في المقادير علشان تطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله، ما تكونش تقيلة ولا خفيفة، تطلع معاكي مظبوطة بإذن الله. كده مقدار الدقيق هنحط 2.5 كوباية دقيق زي ما انتم شايفين كده، معاهم نص كوباية نشا. النشا طبعا دي اللي هتدي للعيش بتاعنا قرمشة ومش هيبقى طري اوي. حطيت كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، ما تكتريش بيكنج باودر علشان ما ينفخش منك وانتي بتسويه، هو معلقة صغيرة بيكنج باودر بس علشان يدي الكريب بتاعنا برضو قرمشة ويسهل ان هو يستوي مظبوط. قلبناهم كويس، هنحطهم في جنب بقى ونشوف المواد السائلة اللي احنا هنحطها. معايا كده بيضتين، ممكن بيضة واحدة على الكمية دي، يعني ده براحتك، حابة تضيفي بيضة واحدة حابة تضيفي بيضتين، يعني دي حاجة ترجعلك. هضيف كمان نص معلقة فلفل اسود كده، وهضيف كمان معلقة صغيرة من الملح كده زي ما انتم شايفين، معلقة صغيرة مليانة من الملح. هبدأ اقلب بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين علشان كده تختلط معانا بس والبيض يفك كده. هقلبها تقليبه كويسة كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا اللي عايز يعمل الكريب بتاعه حلو مش حادق، هيحط بدل معلقة الفلفل الاسود معلقة فانيليا، ومكان الملح هيحط سكر. كده بعد ما قلبنا كويس هننزل بكوباية لبن وكوبايتين مية. لو حابة تعملي زي كده كوباية لبن وكوبايتين مية ماشي، بس هنقلب كل ما نحط حاجة هنقلبها كويس. حابة يبقى ال3 كوبايات لبن براحتك زي ما تحبي يعني. كده انا نزلت باللبن والمية كده زي ما انتم شايفين، هنقلب بقى كويس خالص وبعدين ننزل بالدقيق بتاعنا، يعني هننزل بالمواد الجافة بتاعتنا على المواد السائلة دي شوية بشوية كده وهنقلب. كده انا حطيت معلقة سكر كبيرة، طبعا معلقة السكر دي مهمة جدا في العجينة بتاعتنا، وهننزل كمان بمعلقة زيت كبيرة كده زي ما انتم شايفين. طبعا عشان مش بملى المعلقة يعني جامد، حطيت مرتين بس، هي معلقة زيت كبيرة تمليها كويس وهي معلقة واحدة. هنقلب كويس بقى ونبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا كده زي ما انا قلتلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بنزل بالدقيق كده شوية بشوية وابدأ اقلب كويس وهحط الكمية التانية كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة بس تخلطي المكونات كويس جدا علشان العجينة بتاعتك تطلع كويسة، ما تتعبكيش وانتي بتعمليها كده حبايبي. هوريكم القوام بتاعها بعد ما خلصت كده زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما حطيت كمية الدقيق كلها وقلبتها كويس، القوام بتاعها كده هبدأ بقى اهم نقطة بقى ان انت تصفيها بعد ما عملنا العجينة بتاعتنا كده، نصفيها كويس علشان طبعا واحنا بنعملها واحنا بنسويها ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص كده زي ما انتم شايفين. طبعا هي هتخرج حاجات بسيطة جدا، تكتلات بسيطة، بس يعني الخطوة دي برضو مهمة علشان زي ما قلت لكم ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص وانت بتسويها. هوريكم بقى القوام بتاعها ما يبقاش تقيل ولا خفيف زي ما انتم شايفين كده، ده القوام المظبوط. ان شاء الله اعمليه بنفس المقدار هتطلع معاكي مظبوطه جدا بنفس المكونات. كده انا جبت طاسه كده، يعني يا ريت تجيبي طاسه ما تكون ما بتلزقش علشان تبقى تطلع معاكي الكريب مظبوط ما يلزقش منك ويتقطع. نزلت يا دوب بمسحه زيت صغيره كده على الطاسه بتاعتنا، وهنزل بالمقدار بتاع الكريب وابدا بقى الف الصينيه كده زي ما انتم شايفين، او الف الطاسه زي ما انتم شايفين كده، اوزعها كده كويس جدا. طبعا شايفين النار كده اهي وسط او اهدى من الوسط كمان علشان ما يتحرقش منك ويطلع مظبوط وجميل. بصوا
بيبدأ طبعا يستوي من الجناب اهو. مش هنقلبه ولا اي حاجة لما يبدأ يستوي كده ويفك من الجناب. بصوا زي ما انتم شايفين كده بدأ يفك من الجناب كده. بدأت اقلبه كده، اقلبه طبعا على الجنب التاني. شايفين معايا بيفك بسرعة خالص، ما بيلزقش في الطاسة بتاعتي، علشان طبعا الطاسة هي تيفال ما بتلزقش، وكمان علشان العجينة بتاعتي مظبوطة جدا فبتريحني وانا بسويها كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله تعملوه يطلع معاكم ممتاز كده. مش هنشتري طبعا الكريب من بره تاني. ده الكريب بتاعي بعد ما خلصت الكمية. طبعا زي ما انتم شايفين كده جميل جدا، احسن من بنشتري من بره 100 مرة العيش الكريب. ومعايا كمان ده ستريبس انا عاملاه، وده شيش، وده تشكيلة جبن موتزاريلا على شيدر على وجبنة رومي، وده زيتون يعني الحشوة اللي انتي تحبيها، ومعايا فلفل اخضر كمان. الحشوة دي يعني انتي حسب ذوقك انتي وحسب ما تحبي. طبعا انا ما حبيتش اعمل الستريبس والشيش في نفس الفيديو علشان ما يبقاش طويل قوي عليكم. ان شاء الله اعمله لكم في فيديو منفصل، اعمل لكم الستريبس وهعمل لكم الشيش. طبعا احنا حطينا كده برضو مهديين النار زي ما هي، ما طفيناش. حطينا رغيف الكريب كده وحطينا فيه الشيش والزيتون والجبنة الموتزاريلا. سيحنا الجبن الاول وبعدين نزلنا عليها بالزيتون والحاجات بقية الحاجة بتاعتنا. وده شكل الكريب بتاعنا بعد ما خلص. ايه رأيكم؟ حابة تعمليه زي ما انا عملته ملفوف كده رول اعمليه، حابة تعمليه مثلث، يعني حسب ما تحبي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، هيطلع معاكم احلى كريب. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.